السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم شهيوة فردوس. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. وغنشارك معكم في وصفة اليوم عسل منزلي ناجح من اول تجربة، بدون تعقيدات، بدون طنجرة ضغط، صالح لجميع انواع المعسلات، تيجي رائع وتيجي عاقد كما كتشوفوا. ونعطيكم ان شاء الله جميع النصائح باش ينجح معكم. فقط تبع معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غنحتاج لتر من الماء، انا عبرته بهذا الكاس ديال الخلاط الكهربائي باش ناخذ العبار مضبوط، لحقاش مكتوبين فيه العبارات. الا كانت عندكم شي وسيله اخرى باش تعبروا، او الا كانت عندكم شي قرعه ديال اللتر كتاخذوا العبار ديالها مضبوط، يمكن لكم تستعملوها. المهم كما قلت لكم بالنسبه للكميه ديال الماء استعملت لتر ديال الماء مع 2 كيلو ديال السكر سنيده. يمكن لكم تعوضوا السكر سنيده بالقالب حتى هو فيه 2 كيلو. غنحتاج لشرائح ديال الحامض، قطعت نص حامضه، الا كانت عندكم حامضه صغيره ديروها كامله. غنحتاج العودات ديال القرفه، وغنحتاج الكيس بنكهه الزهر اللي كيبقى اختياري. غناخذ واحد الطنجره، ماشي ضروري تكون طنجره الضغط. كما قلت لكم ما غاديش نطيبوا هذا العسل، يعني غنغلقوا عليه. غادي غير نطيبوه عادي. يمكن لكم تستعملوا اي طنجره عندكم، المهم انه تكون ثقيله شويه باش ما يتحرقش لكم العسل ديالكم. ضفت 2 كيلو ديال السنيده كما كتشوفوا، وغنضيف عليها لتر من الماء. يعني كل كيلو ديال السنيده معاه نص طرو ديال الماء، الا بغيتو تنقصوا من الكميه او الا بغيتو تضاعفوا من الكميه. كل كيلو ديال السنيده معاه نص طرو ديال الماء، و2 كيلو ديال السنيده معها اطرو. وانتم غاديين زعما الا بغيتو تضاعفوا الكميه. صافي غنخوي داك الماء على السنيده كما كتشوفوا. غندير الطنجره فوق عافيه اللي تكون فوق مهيله، ما تكونش مهيله بزاف وما تكونش مجهده بزاف. مره غنبقى نحرك هذيك السنيده باش ما تبقاش لاصقه لتحت حتى كتذوب هذيك السنيده، كيولي داك الماء شفاف، هذيك السنيده ما كتبقاش تبان. مره غنبقى نحركها بهذا الشكل. كما شفتوا راه بدا اللون ديال الماء كيتغير كيولي شفاف، ولكن مره كنحركوها لحقاش راه باقي هذيك السنيده ما دابتش 100% كما كتشوفوا. كل شويه كنحركوها لحقاش هذيك السنيده كتبقى لاصقه لتحت. صافي من بعد ما دابت هذيك السنيده كما كتشوفوا كنبقى نحرك، ما كنلقاش هذيك السنيده كتكون دابت 100%، وهذاك الماء كيولي شفاف كما كتشوفوا. غادي نزيد عليه شرائح ديال الليمون او الحامض، يمكن لكم تزيدوا حتى شرائح ديال البرتقال. غادي نضيف عليهم هذوك العويدات ديال القرفه، استعمل 2 عويدات كبار. غادي نغلق على ديك الطنجره وغادي نخلي داك العسل كيطيب. بالنسبه للنار كما قلت لكم تكون غاديه المهيله، يعني متوسطه غاديه المهيله، ما تكونش مهيله بزاف. غنغلق عليه مره كنطلع عليه. فهاد اثناء راه يلا بدا كيدخلوا الطياب، مازال ما طابش. بالنسبه لهذوك الشرائح ديال الليمون راه كيساعدونا باش نعرفوا العسل واش طاب ولا لا. كيولوا مكرملين وكيتبدل لهم هذاك اللون وكيولوا معلكين. غادي نغلق عليه ونخليه واحد المده. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالو خليته تقريبا ساعه و20 دقيقه. كيطيب على النار اللي تكون كما قلت لكم ما تكونش متوسطه وما تكونش مهيله، تكون شويه ما بين مهيله وما بين متوسطه. وكما قلت لكم راه ما غلقتش عليه ودرت الصفاره، غير كنغلق عليه بحال اي طنجره عاديه. الا كنتو غادي تغلقوا عليه في الطنجره ديال الضغط غتخلوه 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. يعني مورا ما دوزوا هذيك المرحله تاع الذوب هذيك السنيده في الماء كما قلت لكم كيولي هذاك الماء شفاف، كنغلقوا عليه وكنديروا الصفاره لمده ديال 45 دقيقه حتى ل 50 دقيقه. في حاله ما كنتو غتسدوا عليه الطنجره وغديروا الصفاره، يعني غير تصفر هذيك الكوكوط راه كطفيو عليه. زدت هذيك الكيس ديال نكهه الزهر كيبقى اختياري. بالنسبه لهاد نكهه الزهر راه كتعطي واحد النسمه زوينه لهاد العسل. في حاله ما كنتو باغيين هاد العسل الايام العاديه، يعني ترافقوه هكا مع البغرير اولا البطبوط اولا تحطوه للكوتي ولا الفطور، يعني يمكن لكم تستغناو على هاد النكهه ديال الزهر. لكن الا كنتو بغيتوه للمعسلات، خصوصا معسلات رمضان بحال الشباكيه وغيرها، راه كتضيفوا هاد نكهه الزهر كتعطي واحد النكهه زوينه لهاد العسل. صافي هنا تقريبا وجد لي العسل ديالي. وغادي ناخذ واحد التجربه. دائما الا شكيتوا العسل مازال ما طابش اولا كنتو شاكين كتاخذوا واحد شويه وكديروا في واحد الاناء
يا اما كديروا في المجمد او لا كديروا في الثلاجه. انا صراحه غير هزيته من الطنجره وحاولت نبردو بسرعه، غير هكا في الاناء، ما درتوش في الثلاجه. الا هزيتوا العسل ديالكم بحال هكا وبان لكم داير خط واحد، راه كتعرفوا بلي العسل راه واجد. كان هذاك الخط كيتقطع باقي كيطيحوا قطيرات، عرفوا بلي مازال خاصو طياب. انا من بعد ما خويت في هذيك الساشي ديال نكهه الزهر، زدتو غير واحد 5 دقائق على ما دابت. وهي حتى الا لاحظتوا هاد الكشكوشه اللي كتكون في الاول كتكون بيضه، ومنين كيطيب العسل راه كيتبدل اللون ديالها، كتولي ذهبيه بهذا الشكل كما كتشوفوا. وحتى دوك القطع ديال الحامض ملي كيولوا مكرملين وكيولوا معلكين وذهبيين حتى هما كيتبدل لهم اللون، كتعرفوا بلي العسل ديالكم راه واجد. صافي هنا كما قلت لكم نخلي غير واحد 5 ديال الدقائق ونطفي عليه. صافي هنا بعد ما وجد العسل وطفيت عليه راه كيكون طاب مزيان. راه واخا كيبان لكم خفيف بهذا الشكل، راه مازال كيزيد يتقال ملي كيبرد، كيزيد يتقال وكيزيد يعقد. غنوريكم النتيجه النهائيه ديالو. غنحيد هذوك الشرائح ديال الحامض. صافي بعد ما حيت هذوك الشرائح غادي نغطيه على داك العسل وغادي نخليه يبات ليله كامله حتى يعقد مزيان. هذا هو العسل ديالي بعد ما خليته ليله كامله في الكوكوط حتى برد مزيان. راه كيجي عاقد، ما كيجيش خفيف نهائيا. وهذه هي النقطه اللي بغيت نشارك معكم بالنسبه لهذا العسل. الا كنتم محتاجين للمعسلات ضروري ما تخلوه بهذا القوام باش كيجي زوين في المعسلات، وكيجيو دوك المعسلات معلكين وكيشربوا هذاك العسل. الا كان خفيف راه ما تيجيش زوين مع المعسلات نهائيا. صراحه تيجي زوين وناجح 100%، وكيجي كما كتشوفوا كيجي عاقد. غادي نحاول نفرغه في هذا الاناء باش يبان لكم القوام ديالو كيفاش كيجي. غير جربوه بهذه الطريقه وبالمراحل كامله اللي عطيتكم، راه تينجح معكم بدون تعقيدات وناجح 100%. كما قلت لكم الا بغيتوه المعسلات ديالكم راه كتخلوه ثقيل شويه بهذا القوام كما كتشوفوا، باش كيجيو هذوك المعسلات شاربين داك العسل مزيان وكيجيو معلكين. الا كان خفيف راه دغيا كيهبط هذاك العسل، ما تيبقاش شاد في هذوك المعسلات وما تيجيش زوين الصراحه. وثاني حاجه الا كان العسل ديالكم مثلا خليتوه ليله كامله ولقيتوه باقي خفيف، يعني باقي خفيف بزاف، غادي تزيدوا تشعلوا ليه فوق النار واحد 10 وحتى 15 دقيقه وطفيو ليه. والعكس صحيح، الا حليتو مثلا الطنجره ديالكم ولقيتوه ثقيل بزاف غادي تزيدوه على حسب هذيك زعما داك القوام اللي لقيتوه فيه. الا كان ثقيل بزاف غتزيدوا واحد الكاس ديال الماء وتشعلوا ليه غير يبدا يغلي وتطفيو عليه، وراه غيكون العسل ديالكم واجد ان شاء الله. كما شفتوا راه العسل كيجي القوام ديالو زوين بزاف وكيجي ثقيل. حاولت ما نزربش لكم الفيديو باش تشوفوا القوام ديالو. وبالنسبه لهذا العسل الا وجدتوه خلوه حتى يبرد مزيان، ما تخدبوش به من الليله الاولى، خلوه واحد اليومين ولا 3 ايام حتى يوجد لكم مزيان عاد خدموا به. غير جربوه راه على ضمانتي تيجي ناجح بدون تعقيدات وبدون طنجره الضغط كما شفتوا. الا ما كانتش متوفره راه ما يحتاج. نتمنى نكون عطيتكم جميع النصائح وما نسيت حتى شي حاجه باش ينجح معكم هذا العسل ان شاء الله. كما العاده لاول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بكم، دخلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.